بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرح عملية استرجاع الايفون. طبعا انا هنا ما راح اتكلم واقول ان الايفون ما يرجع. انا راح اقول ان الايفون ممكن يرجع. الايفون ممكن يرجع، بس البرامج اللي وصلتني كلها جربتها وللاسف ما رجع ولا جهاز رجع معي. طيب، هذا برنامج من البرامج اللي جتني سواء على تويتر او غير تويتر. هذا برنامج تلاحظون يطلب مني ان ادخل الجهاز في وضع الديف مود. طيب، قبل لا ادخل الجهاز في وضع الديف مود حاب اشرح موضوع في البرنامج هذا بالذات. لو تلاحظون معي فوق recovery from ISO drive اللي هو استرجاع جهاز الايفون. استرجاع جهاز الايفون. في عندنا هنا في الجهة الثانية recovery from iTunes backup files. هذا الاسترجاع ملفات الايتونز اللي موجودة كباك اب. مثلا عندي باك اب اخذته على الايتونز وبعدين صارت في مشكلة وعي يرجع معي، اجي ارجعه بالطريقة هذه اللي هو اختار هذا المكان. اوكي، راح تلاحظون معي مسميات الاجهزة اللي مفروض انها ترجع. من ضمن المسميات في لحن الاماني اللي هو جهازي انا. اذا اشرت عليه بالشكل هذا وارجع اختار هنا ستارت سكان. اوكي، راح تلاحظون معي انه اعطاني ملفات الباك اب الخاصة بالايفون تبعي. اوكي، خلونا نروح للاسماء. لو تلاحظون المسميات: فهد، هيثم اكسيوم، عبد الله المالكي، جنوني، هذه المسميات. طيب، بنروح للمسج. ست الحبايب الله يطول لي بعمرها. طيب، لو رحنا رجعنا للهوم، راح نرجع للهوم الحين ونرجع لموضوع استعادة الملفات عن طريق هالبرنامج. اوكي، نختار من هنا اللي هو عملية ستارت. طبعا راح يعطيني ستارت اللي هو ادخل الجهاز في وضعية الديف مود. دخول الجهاز تضغط على الزرين مع بعض لمدة 10 ثواني. لو تلاحظون معي هناك في شاشة الكمبيوتر، ترفع يدك من الزر اللي فوق وتظل معلق على الزر اللي تحت لمدة 15 ثانية. راح تلاحظوا انه معاي اعطاني انه خلاص دخل في الوضعية وبدأ عملية الاسترجاع لجهاز الايفون. الحين هو جالس يرجع معي على الايفون. راح نشوف في نهاية الموضوع انه راح يرجع ملفات او ما راح يرجع. مو بهذا موضوع يا شباب، احنا نتكلم عن برامج مقرصنة، برامج ما نملك نسختها الكاملة. يعني اللي يملك النسخة الأصلية حق البرنامج شو بيكون وضعه؟ بالنسبة للإنسان يملك برنامج مكرك، يملك برنامج كراكد. جميع البرامج اللي استخدمناها في استعادة الملفات عبارة عن برامج مكركة أو نسخة غير كاملة. طيب، اللي يملك النسخة الكاملة وش بيكون وضعه؟ جاوبوني على هالسؤال. اللي يملك النسخة الكاملة وش بيكون وضعه بالنسبة لي أنا، بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت يا أختي؟ يعني وش بيكون وضع الإنسان هذا؟ في ناس جاني وقال لي لا أنت تبالغ، أنت تدور الشهرة، أنت مو عارف إيش تبغى. أنا اللي أبغى أوصل له إنه انتبهوا من أي جهاز يحتوي على قرص قابل للإزالة. الآيفون ما يتعرف كقرص قابل للإزالة. الحين عن طريق الديف مود يتعرف على البرنامج هذا، معناته في طرق، معناته الآيفون ممكن في طرق. أنا أجزمت على الأجهزة الأخرى اللي تتعرف كقرص قابل للإزالة: جهاز الكمبيوتر، الهارد ديسك. طيب، هو الحين أعطاني الجهاز وأعطاني الملفات زي ما أنتم تلاحظون هنا، جميعها 0 0 0 0 0 0. رجع شيء يا شباب؟ طيب، لسه ما نستعجل. لو تلاحظون فوق باقي يرجع. لو تلاحظون فوق معاي جالس يرجع الملفات أو يبحث عن الملفات اللي يقدر يرجعها. نعطيه جزء من الوقت لين يخلص، ما احنا مستعجلين عليه. لكن اللي حاب أوصل له إنه لازم ننتبه من موضوع استعادة الملفات. لازم ننتبه من موضوع استعادة الملفات. طيب، هو خلص بموضوع البحث، خلص كامل لو تلاحظون معاي. طيب، رجع شيء؟ رجع معاي أسماء؟ رجعت معاي صور؟ رجعت معاي ملفات؟ لا. طيب، هذا واحد من البرامج.
يا شباب اللي عنده أي برنامج وحاب إني أستخدمه أو أجربه يقدر يرسل لي على تويتر تحت معرف لحن الأماني أو الهزازي 20. تحت معرف لحن الأماني أو الهزازي 20. هذا هو معرفي على تويتر. الهزازي 20.